انا من امبارح لحد النهارده مش قادر انام، مش عارف انام يا جدعان، مش قادر اعرف مارسيل كولر كان عايز ايه في ماتش بلوزداد ده بالظبط. حد يقول لي هو كان عايز يعمل ايه في الماتش ده؟ مش فاهم. اهلا يا عم. تشرب حاجه حاجه ساعه لو سمحت، وعندك واحد شاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي اخواتي جمهور القهوه، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ماتش الاهلي وبلوزداد اللي اتلعب امبارح، هنتكلم فيه عن طريقه لعب الفرقتين وعن شكل الاهلي في الماتش، هنتكلم عن تقييم اداء اللعيبه في الماتش، مين كان كويس مين كان وحش، هنتكلم عن تقييم اداء لعيب زي طاهر محمد طاهر، انا مش عارف اقيمه بايه بصراحه. لكن قبل ما نبتدي في الكلام ده كله عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تخش تعمل سبسكرايب على القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا كل ماتشات الاهلي ونتفرج مع بعض على ماتشات الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا وفي الدوري. ويلا بينا نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. الحقيقه قبل ما نتكلم في اداء اللعيبه انا عايز اتكلم في اداء مارسيل كولر نفسه. انا من ساعه ما مارسيل كولر جه الاهلي انا كل ماتش تقريبا ببقى عارف هو عايز يعمل ايه في الماتش، ببقى قادر افهم هو عايز ينزل يعمل استحواذ على اللعب ويمسك كوره ويضغط على الخصم، ولا عايز ينزل يقفل الملعب ويستنى لما يقطع كوره ويلعب على المرتدات السريعه ويخطف جول من الخصم. الا ماتش امبارح بصراحه انا ما كنتش قادر افهم مارسيل كولر كان عايز ايه من الماتش. احنا كان عندنا اصابات وكان في نواقص وكان في لعيبه كتير مش موجودين، لكن بشكل عام ما تحسش ان في طريقه لعب، ما تحسش ان في اسلوب لعب احنا عايزين نوصل بيه للجون. احنا اصلا ما كناش بنحاول نوصل للجون. انا قبل الماتش قلت لك انا فاهم ان الاهلي عنده مشكله في نص الملعب في مركز رقم 8 اللي هيلعب جنب مروان عطيه وامام عاشور، وفي مركز الجناح اليمين مين اللعيب اللي هيلعب مكان بيرسي تاو. كل الناس كانت قادره تفهم ان دي مشكله موجوده حاليا في التشكيل اللي مارسيل كولر هيحطه، لكن اللي كان غريب بالنسبه لي هو الاعتماد على اكرم توفيق في مركز رقم 8، خصوصا ان هو جرب التجربه دي في ماتش فلومينينزي وما نجحتش، وانا بصراحه مش قادر افهم هي ليه ما نجحتش. المعروف عن اكرم توفيق ان هو لعيب قوي جسمانيا، الورك ريت بتاعه عالي، بيقدر يجري كتير، بيقدر يضغط كتير، يقدر يقفل مساحات، وده اللي انا كنت فاهمه من نزوله في الجنب اليمين مع محمد هاني وطاهر محمد طاهر. انا كنت فاهم ان هو عايز يقفل الناحيه اليمين دي ويمنع خطورتها تماما، لكن اللي حصل عكس كده خالص. كل الضغط وكل الهجمات كانت جايه علينا من ناحيه اليمين، كل اللعب بتاع بلوزداد كان جاي من الناحيه دي. صراحه عندهم لعيب جناح هايل وممتاز اسمه اسلام ابو الخير، عنده 22 سنه، لعيب ممتاز جدا وانا شايف انه هيبقى له مستقبل كبير. كان عامل ماتش قوي جدا على الجنب بتاع محمد هاني واكرم توفيق ده. طبعا انا مش عايز اتكلم عن اداء محمد هاني لان اداء محمد هاني ده الطبيعي بتاعه. محمد هاني لعيب افريج، لعيب ما بيتطورش ما بيتحسنش، هو كده من ساعه ما كان ناشئ. محمد هاني عدى عليه مدربين من ايام حسام البدري لحد النهارده مارسيل كولر، انا مش حاسس ان هو بيتطور ومش حاسس ان هو بيستفيد اي حاجه من المدربين بتوعه. اخطائه هي طريقه لعبه هي الحاجات اللي ناقصه عنده ناقصه زي ما هي، مفيش اي تطور، مفيش عرضيات كويسه، مفيش اي حاجه. محمد هاني يبقى الوضع كما هو عليه، لكن اكرم بصراحه انا مش فاهمه من ساعه ما رجع من الاصابه وهو اداؤه مش مظبوط ابدا. مش هو ده اكرم اللي احنا عارفينه، مش هو ده اكرم الجرينتا اللي بينزل ياكل النجيله، مش هو ده اكرم اللي بينزل يفرتك اللعيبه بتاع الخصم، يقفل منطقته تماما ويكتب عليها ممنوع المرور او الاقتراب. ده كان اكرم اللي احنا نعرفه، لكن اكرم من ساعه ما رجع من الاصابه وهو بعيد عن القصه دي تماما. هل هو خايف يخسر مكانه ويمشي من الاهلي؟ هل هو خايف الاصابه ترجع تتجدد تاني؟ انا حاسس ان اكرم عاوز تعامل نفسي اكتر منه تعامل فني، لان الفنيات بتاعت اكرم مفيش عليها جديد، احنا كلنا عارفين مستوى اكرم عامل ازاي. الحاجه التانيه كمان اللي مش مفهومه في موضوع مركز 8 ديت هي كريم نيدفيد. كريم نيدفيد ليه رجع من الاعاره من فيوتشر على الاهلي؟ كريم نيدفيد راجع المفروض عشان نستفيد منه. كريم مش لعيب جديد علينا، كريم لعيب كلنا عارفينه وعارفين اداؤه وشفنا اداؤه مع فيوتشر كان عامل ازاي. وانا بصراحه كريم من اللعيبه اللي كنت متوقع ان انا اشوفها بتاخد دقايق واشوفها بتلعب مع مدرب زي مارسيل كولر، لكن المفاجاه بالنسبه لي ان هو تقريبا ما بيلعبش. المشاركات اللي شاركها مشاركات قليله جدا، ما بيتمش الاعتماد عليه ابدا. ليه؟ انا مش عارف بصراحه. كريم نيدفيد عندي عليه علامه استفهام كبيره. هل في تقصير من اللاعب؟ هل في عدم اعجاب من المدرب بطريقه لعب كريم نيدفيد؟ فانا بصراحه مش فاهم كريم نيدفيد ليه لم يتم الاعتماد عليه ابدا. كمان انا شايف ان عمرو السوليه كان ممكن يكون احسن من اكرم توفيق في ماتش زي ده. عمرو عنده خبرات كتير، عمرو يقدر يمسك كوره ويقدر يستحوذ على اللعب، لعيب كبير زي عمرو السوليه كان ممكن تستفيد منه في ماتش زي ده. انا بصراحه ما فهمتش هو ليه ما لعبش من بدايه المباراه بدل اكرم اللي كان سيء جدا النهارده. الموضوع مش محتاج كلام. عمهم كابتن طاهر محمد طاهر اللي محدش فاهم هو بيلعب كرة ليه، محدش فاهم هو ليه بيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي مع مارسيل كولر. ليه دايما مارسيل كولر اول ما بيحتاج جناح بيفكر في طاهر محمد طاهر وبينزله على طول بشكل اساسي؟ طب ما كان كريم فؤاد موجود كان ممكن يلعب من اول الماتش، انما لا، هو طاهر. مارسيل كولر بيحب طاهر ودايما هيعتمد على طاهر.
انا اقول لك ليه كولر بيحب طاهر، او انا اقول لك ليه اي مدرب في الدنيا بيحب لعيب زي طاهر وبيتمنى لعيب زي طاهر. بصراحه كده طاهر من اللعيبه اللي بتموت نفسها في التمرين، واللي بتجري جري خرافي، واللي بتعمل مجهود بدني رهيب. المدربين بيحبوا يشوفوا ده، ولما المدربين بيلاقوا لعيب بيجري كميه الجري دي وبيلعب باللعب ده وبيموت نفسه في الملعب، لازم يعتمد عليه ولازم يديله فرصه ولازم يديله دقايق، عشان كمان يحسس زمايله اللي معاه في الفريق ان انت لما تتعب وتجتهد زي اللعيب ده هتاخد فرصه وهتلعب. طب ايه اللي بيحصل لما بياخد فرصه ويلعب؟ انا معرفش. انا بصراحه مش قادر افهم طاهر بيعمل ايه في الملعب. طاهر دوره ايه في الملعب؟ نواحي هجوميه امبارح زي الزفت، النواحي الدفاعيه والتغطيه اللي كان بيعملها كويس امبارح ما عملهاش وكان دوره فيها زي الزفت. امبارح تحس ان لعيبه الاهلي بتبعد عن طاهر. لو طاهر موجود على اليمين الفريق كله بيلعب الكره على الشمال وبيروح ناحيه حسين الشحات وامام عاشور. لو طاهر موجود على الشمال اللعب كله بيروح على اليمين ناحيه حسين الشحات اللي جه على اليمين واكرم توفيق ومحمد هاني. اللعيبه بتشوف فين طاهر وتبعد عنه، نروح الناحيه الثانيه بقى عشان ما نضيعش وقتنا ونبوظ الهجمه. ابعد عن طاهر، ابعد عن حيل، ابعد عن حيل. كل مره اقول لك عليها. بصراحه طاهر عليه علامات استفهام كتير. انا مش فاهم، هل هو مش قادر يأدي في المركز ده؟ هل هو عنده مشكله في المركز ده؟ هل هو محتاج يلعب في مركز تاني؟ اللي انا شايفه بصراحه انه محتاج يلعب في نادي تاني، لكن واضح ان مارسيل كولر متمسك بيه وهيفضل يديله فرص وهيفضل يكمل بيه لعب شئنا او ابينا. الراجل ده بيجتهد وبيموت نفسه في التمرين وفي الملعب، فالمدرب هيفضل يديله. صحيح دول كانوا اسوأ 2 لعيبه موجودين في الاهلي في الملعب امبارح، لكن ده ما يمنعش ان اجمالي مستوى الفريق ما كانش كويس. لك ان تتخيل ان النادي الاهلي امبارح ما شاطش ولا كوره بين ال3 خشبات، فده مش هيبقى ذنب طاهر واكرم بس، لا اللعيبه كلها ما حاولتش. لك ان تتخيل ان انت نازل بالمهاجم بتاعك اللي هو مهاجم صندوق. يا جماعه ما حدش يستنى من موديست يضغط ويجري هنا ويجري هنا ويحرك هنا. موديست بتاع منطقه الجزاء يقف في منطقه الجزاء وانت تودي له الكوره، جابها بقى ضيعها تبتدي تقيم. انما موديست امبارح الكوره ما بتوصلوش، فهو خارج التقييم، هو حرفيا بره الملعب. ما لعبش امبارح. ليه ما لعبش؟ لان ما حدش لعبه، ما حدش اداله كور، ما حدش لعب عرضيه حلوه جوه منطقه الجزاء، ما حدش رمى ثرو حلو في العمق. الكلام ده كله ما حصلش. يعني ان كان طاهر واكرم اسوأ 2 لعيبه، فحسين الشحات امبارح ما كانش كويس، امام عاشور ما كانش كويس، مروان عطيه دفاعيا كان كويس لكن ما شفناش كور رايحه منه من ورا لقدام كويسه. علي معلول كمان النواحي الهجوميه بتاعته ما كانتش احسن حاجه. بصراحه اداء الاهلي امبارح كله ما كانش كويس وكان عليه علامه استفهام كتير. يمكن عشان لسه راجعين من التوقف، يمكن عشان لسه راجعين من الاجازه، يمكن كذا حاجه، لكن اجمالا الماتش امبارح ده كان اسوأ ماتش الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي، ويمكن اسوأ ماتش لعبناه في الموسم لحد النهارده. لكن رغم السوء ده كان في حاجات ايجابيه وحاجات حلوه امبارح لازم نتكلم عنها. اولها طبعا وبلا نقاش مصطفى شوبير هو اللي جاب لنا النقطه امبارح. مش جاب لنا النقطه نقطنا يعني كان هيموتنا، لا هو اللي كان سبب ان احنا نحافظ على التعادل ونقدر نخرج من الماتش بنقطه. كلنا شفنا شباب بلوزداد في الشوط الثاني وهو بيضغط ضغط عالي وبيعمل هجمات كتير وبيحاول بكل الطرق انه يوصل للجول، وشاطوا اكتر من كره فعلا على الجول امبارح. لكن مصطفى شوبير الحمد لله امبارح كان موفق وقدر يشيل الكور دي. عندي بس نقطتين شايف ان شوبير لازم يشتغل عليهم الفتره اللي جايه. اول حاجه هي القوه الجسمانيه، شوبير محتاج يزيد في القوه الجسمانيه اكتر من كده، محتاج يكون قوي وتقيل عن كده، محتاج لما يطلع وسط المدافعين والمهاجمين يخبطهم كلهم وياخد الكره وينزل. تاني حاجه هي خروجه بالبوكس على الكوره. بصراحه شفت كام كوره كده كانت عرضيه وكانت متشاطه على الجون، لما خرجها بالبوكس البوكس بتاعه كان ضعيف، ده ممكن يعمل لنا مشاكل. لازم تكون ايده اقوى من كده في ردة الكرة عن الجول. النقطتين دول اللي انا شفتهم امبارح لو اتظبطوا احنا ان شاء الله باذن الله عندنا لمده 10 سنين احسن حارس في افريقيا. مصطفى عنده ميزه مهمه جدا بقالنا فتره ما بنشوفهاش في اللعيب المصري عموما، وهي القوه العقليه، القوة الذهنية. مصطفى بيقدر ينزل مركز، بيقدر محافظ على هدوءه، ما بيضغطش من المباراة سواء من الجماهير بتاعت فرقته او من الجماهير اللي بره فرقته. زي ما شفنا جماهير الجزائر امبارح كانت جماهير عظيمة وكانت موجودة في الملعب بشكل جميل جدا. طول ال 90 دقيقة امبارح بتشجع فرقتها وبتهتف لجماهيرها وشماريخ وضغط طول المباراة. لكن مصطفى كان واقف هادي وراسي، ما تخضش ما ارتبكش، طول الماتش كان مركز وقدر انه يطلع بالمطلوب منه. فشابوه مصطفى شوبير. نطور بس النقطتين اللي انا شايف فيهم نقص دول، وان شاء الله زي ما بقول لك كده احسن حارس في افريقيا 10 سنين اللي جاي. بعد مصطفى شوبير في الحلاوه يجي ياسر ابراهيم. ياسر اللي دايما من الحلو للاحلى، من الكويس للاحسن. ياسر امبارح طول ال 90 دقيقه عامل اداء دفاعي رهيب. حرفيا وامبا المهاجم بتاع بلوزداد كان قاعد في جيب ياسر، ما خرجش يمكن غير في كوره او 2، وياسر برضه صعبهم عليه وما خلاهوش يعمل خطوره على المرمى. ياسر من اول ما جه مارسيل كولر وهو بيقدم اداء عالمي، اداء مدافع قوي جدا يستاهل كل خير.
وبصراحه حاجه تفرح ان احنا يكون عندنا احسن 2 مدافعين موجودين في مصر حاليا، وهم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لان ما كانوش هم الاثنين احسن 2 مدافعين في افريقيا. محمد عبد المنعم امبارح كمان كان اداؤه كويس جدا، وبدا يرجع محمد عبد المنعم اللي احنا عارفينه، وان شاء الله باذن الله يرجع لاحسن فورمه ليه جنب ياسر، وهما الاثنين يقفلوا منطقه ظهر بتاعه الاهلي تماما، وهو ده المنتظر منهم، وهو ده اللي احنا متعودين عليه منهم. بعد ماتش امبارح الاهلي بيحافظ على صداره المجموعه ب6 نقط، بعديه شباب بلوزداد 5 نقط، ويانج افريكانز 5 نقط، وميدياما الغاني ب4 نقط. فاضل ماتشين على نهايه دور المجموعات، لكن لسه كل الاحتمالات مفتوحه، كل حاجه ممكنه. محتاجين في ماتش ميدياما الغاني ده على الاقل نخرج بتعادل، ان ما كانش مكسب يا رب باذن الله نخرج بالمكسب، لان الماتش هيكون في غانا، وكمان نكسب يانج افريكانز هنا عشان نكون ضمننا صداره المجموعه، وباذن الله نروح ونحقق ال 12. الاهلي يقدر والاهلي يستاهل انه يحقق البطوله ال 12. اللي فات ده كان رايي، عايز اسمع رايك في الكومنتات. قول لي رايك في اداء الاهلي امبارح، وقول لي تتوقع الاهلي يروح لحد فين في دوري ابطال افريقيا، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان نتفرج مع بعض على الاهلي ومشوار الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، والاهم من ده كله اوعى تنسى اللايك والشير، واشوفك بخير.